حكاية النهاردة مفيش اتنين هيختلفوا عليها. دي أكلة بتطلع من الفرن وشها دهبي ومقرمش، وريحة البشاميل مع اللحمة المتعصجة والمكرونة تجوع. بس استنى، ازاي الأكلة دي بالشكل ده وتبقى مصرية؟ الأصل بيرجع لفرنسا في القرن ال17. في مطبخ القصر الملكي كان في رئيس طباخين اسمه لويس دي بشاميل، عمل صوص أبيض من الزبدة والدقيق واللبن وسجله باسمه. ومن فرنسا بقى الصوص ده سافر في كل حتة. بداية القرن العشرين جه مصر مع شوية جاليات أوروبية، ومن هنا دخل المزاج المصري على الخط. بدله بقى شوية مكونات، قال له إيه رأيكم ما نحط المكرونة ونفرد عليها طبقة لحمة ونغطي الدنيا بصوص بشاميل وندخلها الفرن. ومن هنا اتولدت فكرة المكرونة ببشاميل، أكلة بقت ضيف دايم في كل عزومات رمضان وغدا الجمعة. ده حتى سفرة العيلة ما بتحلاش من غيرها. ومش بس كده، دي الأكلة دي بقت رمز لأي اختراع مصري بنجيب فكرته من بره ونحولها لحاجة ملهاش مكان غير هنا. جوه كل معلقة فيها التاريخ الفرنسي والمزاج المصري وريحة بيت وريحة سمنة بلدي. ودي بقى مش مجرد مكرونة، دي حكاية بتستخبى في الفرن، وكل بيت بيقول فيها دي مكرونة ماما. ومن كل حي في مصر لحد عندك، كل صينية مكرونة بالبشاميل فيها حكاية. كل حكاية ليها مكان هنا في الأكلة وما فيها. لو عجبتك الحكاية اوعى تنسى تعمل لايك ولا سبسكرايب للقناة، عشان لسه في عندنا وصفات تانية هتتحكي كتير، وأكل بيحلف بيه التاريخ.